النهارده هنتكلم عن أحمد نجيب الهلالي باشا. أحمد نجيب الهلالي باشا هو رئيس الوزراء المصري اللي قامت ثورة 23 يوليو 52 وهو في الحكم. يعني هو حلف اليمين يوم 22/7، الثورة قامت 23/7، الوزارة اللي بعد منه اتألفت 24/7، تلات أربع خميس. دي لم تكن وزارة أحمد نجيب الهلالي باشا الأولى، لأنه هو قبل كده كان رئيس وزراء في أول مارس، فهو قعد 4 شهور: مارس، إبريل، مايو، يونيو. 1/7 جه حسين سري، وفي 22/7 بعد 3 أسابيع لحسين سري رجع الملك جاب أحمد نجيب الهلالي باشا تاني، قعد يومين. يبقى وزارته الأولانية قعدت 4 شهور، وزارته الثانية قعدت يومين أو يوم ونص أو 48 ساعة أو أيا كان التعبير المفضل عند من يريدون أن يطيلوا أو يقصروا المدة بزيادة الأعداد. أنت عارف طبعا إنه الناس يقول له 99 قرش والتاني جنيه، الواحد أكتر من 99 لأنه في خانة تانية غير خانة ال99. طيب، أحمد نجيب الهلالي باشا لم يكن وفديا ولم يكن معاديا للوفد، كان أستاذ كويس في كلية الحقوق في الوقت اللي ما كانش أساتذة كلية الحقوق يحرصوا على أن يقولوا عن نفسهم دكاترة. هو مجرد أنه اسمه يبقى كبير يتنازل عن لقب الدكتور ويتنازل عن لقب الأستاذ. إذا جت البكوية أو البشوية بيحطها بعد اسمه، يبقى فلان باشا، فلان بيه، يعني هي لاحقة. وبالمرة نقول إنه الألقاب في مناصب كلها لاحقة ما عدا لقب واحد فقط هو السابق، الدكتور. ليه سابق؟ عشان الناس إذا احتاجت الدكتور تبقى عارفة إن ده دكتور. يعني المعنى إنه اللقب الوحيد اللي يسمح به مثلا في الحضارة الفرنسية أن يكون سابقا للاسم هو اللقب المرتبط بوظيفة يحتاجها الناس دون استئذان، لأنه النظام عندهم إن الدكتور لازم يلبي المريض بره الجدول، بره مواعيده، بره عيادته، بره تخصصه، بره يعني. فهنا معنى الحكاية. بعد لقي كبير المحامين قالوا ما احنا كمان أهل نجدة، فخلوا لقبهم يجي بس مش قبلهم، ما يتقالش المحامي فلان، وإنما يتقال، تقروا في الكتب التاريخ كده، فتحي رضوان المحامي، عبد الرحمن الرافعي المحامي، مكرم عبيد المحامي، البرادعي المحامي، البرادعي الكبير اللي كان نقيب المحامين. لكن ده النظام اللي يخلي اللقب يسبق الاسم. للطبيب اللي بيتقال عليه دكتور، هنا دكتور بمعنى طبيب مش بمعنى دكتور معاه دكتوراه، أو محامي اللي يلحق الاسم. تختلف بعض الحضارات لدرجة إنه التوسع في استخدام الدكتور يجي في الثقافة الألمانية، إنه إذا كانت السيدة زوجة الدكتور حتى لو مش دكتورة إلا أنها يتقال عنها فراو دكتور، يعني زوجة الدكتور. وأيا ما كانت الدكتوراه بتاعته، هل هو دكتور في الطب أو دكتور طبيب أو دكتور في تخصص جامعي من التخصصات الجامعية المختلفة. نخلص من ده من قصة أحمد نجيب الهلالي إنه أستاذ عرف بأستاذيته، احترامه جاي من أستاذيته في كلية الحقوق، أستاذ متمكن من المادة اللي بيدرسها، أستاذ في زيه وهندامه ولفظه وأدائه وشخصيته، قادر على أنه يكون أستاذ كويس. في سنة 34 في وزارة محمد توفيق نسيم، كانت وزارة مش وفدية ومش معادية للوفد، لكنها تحظى برضا الوفد. وبسبب الوزارة دي حدث الخلاف الكبير جدا اللي هو أهم خلاف في حياة النحاس باشا، خلافه مع العقاد. طبعا احنا عارفين انه النحاس باشا اختلف مع أحمد ماهر والنقراشي، ده أكبر خلاف
اللي هو خلاف سنة 37 38، وبذلك خرج السعدي من الوفد. يعني حبوا يفضلوا منتسبين إلى الوفد بس ما يبقوش نحاسيين، فلجأوا إلى أنهم يبقى اسمهم السعديين. مع أن حزب الوفد نفسه كان النادي بتاعه، النادي الاجتماعي اللي بيتقابلوا فيه، اسمه النادي السعدي، وما زال حتى هذه اللحظة 52 ثورة 52 أممته، زي ما السلطة الحالية الانقلابية بتعمل في حاجات الإخوان وقفلته، ومقفول وموجود النادي السعدي في القاهرة حتى هذه اللحظة، رغم أنه ملك الوفد وشاريينه من فلوس الوفد، وكان بيلتقي فيه زعماء الوفد. لكن 52 ما كانش عندها نية إنها تعيد للوفد أي حاجة، لأنها مش عايزة الوفد يرجع. دي قصة مرت على ايدين نجيب الهلالي، ولذلك التشعيبات اللي احنا بنحكيها دي كلها كان نجيب الهلالي هو المنظر الخفي لها، دون أن يقول إنه هو المنظر الخفي لها، زي ما هنشوف دلوقتي. الانشقاق الثاني في الأهمية هو انشقاق مكرم سنة 44. الانشقاق الثالث في الأهمية كان سابق في الزمن، اللي هو أثناء حكم صدقي، اللي هو انشقاق الغرابلي باشا، وكان معاه مجموعة من الباشوات اللي هو اسمهم 7.5، لأن فيهم واحد قصير، فهم كانوا 8 والوفد الهيئة العليا بتاعته كانوا 15، فقالوا يعني عشان يبينوا يعني إن هم ما تعدوش، فخلوهم 7.5. الغريب إن بعض كتابنا وأدبائنا ومؤرخينا يقولوا على النص ده، يقوموا ذاكرين أطول واحد فيهم ويقولوا لأنه كان قصير، مع أن اللي بيذكروا اسمه اللي هو نجيب الغرابلي باشا كان أطول واحد في المجموعة اللي خرجت. لكن المقصود بالنص هو علي الشمسي باشا، اللي أتيح ليه إن هو يعيش ويأثر في الحياة الاقتصادية المصرية حتى بعد ثورة 52. هذه الانشقاقات الثلاثة لها انشقاق رابع، اللي هو انشقاق نجيب الهلالي عن النحاس باشا في سنة 50 51، هنأتي لذكره أيضا. لكن أهم من الانشقاقات السياسية الأربعة التي مر بها الوفد في عهد النحاس هو انشقاق كاتب الوفد الجبار الأستاذ عباس محمود العقاد. كان هذا الانشقاق بسبب نجيب الهلالي باشا لما تحول من وزير للتجارة والصناعة في وزارة توفيق نسيم إلى وزير للمعارف، وأصبح بيده أمور كثير من المفكرين اللي هم في نفس الوقت موظفين، أو شعراء اللي هم في نفس الوقت مدرسين، أو أدباء وكتاب اللي هم في نفس الوقت بيعملوا معاه في وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم. قصده الأستاذ الكبير العقاد في شيء من الأشياء فلم يلبي طلبه، وأصبح هناك خلاف تفاقم وامتد، حتى إنه الخلاف ده جعل العقاد يخسر النحاس باشا بسبب مش نجيب الهلالي بقى، ولا بسبب اللي توسط لهم العقاد، وإنما بسبب توفيق نسيم وسياسته فيما يتعلق بإعادة الدستور والحياة الديمقراطية. فيه سبب حقيقي وأسباب مساعدة، قد تكون الأسباب المساعدة في نظر البعض أكثر أهمية عند أصحابها من الأسباب الحقيقية، وقد تكون الأسباب الحقيقية أكثر أهمية من الأسباب الفرعية، لكن تتضافر الأسباب، تتضافر المبررات، فيحدث الخلاف أو يحدث الانشقاق. نجيب الهلالي لما دخل 34 مع الأقدمية ومع خروج مكرم في 44 هو اللي تصدى لمكرم، ولم يكن نجيب الهلالي في بلاغته المكتوبة يقل عن مكرم عبيد، كان يفوق مكرم وكان ينتصر على مكرم، وكانت حججه وبراهينه وأسانيده ومنطقه وكتابته وبيانه كل هذه الأشياء كان يتفوق فيها على مكرم. لكن مكرم كان يتفوق على شيء في شيء، هو الصم، أنه كان يستطيع الصم، فكان يحفظ نصوصا ويؤديها وهو يخطب كما لو أنه أداها للحظته، كما لو أنه اخترعها، كما لو أنه أبدعها في وقته، وهو يستعيد أقوال سعد وغير سعد من الأقوال. كان يحفظ القرآن أو أجزاء كثيرة من القرآن، فكان يستعين بالقرآن، كان يجيد الجناس وكان يجيد السجع وكان يجيد الالتباس في كلامه
أي أن يقدم معنى يحتمل أكثر من معنى. من ذلك إنه في أحد الجلسات والقاضي بيقول حاجة وعندي التقرير أهو، فقال للقاضي بمنتهى البساطة اتلهي. فطبعا الحكاية دي تتيح للقاضي إنه يحبسه لأنه أهان المحكمة. فقال له أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ قال له بقول لك اتلهي. تقول إيه يا أستاذ؟ اتلهي. فقال له إزاي معنى هي الكلمات؟ قال له يعني تلا يتلو اتلهي. لما تقرأ حاجة هقول عايزك تقرأ حاجة بدل ما أقول لك اقراها فبقول لك اتلهي. فبهذا الالتباس أو بهذا المعنى ذي المستويات كان مكرم عبيد يتفوق في أشياء كثيرة في مخاطبة الجماهير. لما خرج مكرم تصدى له نجيب الهلالي مدافعا عن الوفد، وبذلك كان نجيب الهلالي هو السبب في خروج العقاد، هو السبب أو هو السبب في محاربة مكرم أو في مناقشة مكرم. على سنة 50 وهم بيشكلوا الوزارة كان هو الوزير الوفدي التالي في الأقدمية لعثمان محرم اللي موجود في الوزارة من آخر 24. كان طموحا بحكم أنه قانوني حقوقي أستاذ، كان طموحا أن كده يعني النحاس باشا يعزم عليه يبقى رئيس وزارة، أو أنه سراج الدين يقدمه يبقى رئيس وزارة. ده ما حصلش. في الوقت ده الملك بيلعب بيه، ده انت لطيف عن النحاس، ده انت الواحد ممكن يتفاهم معاك، لو انت كنت رئيس الوفد كنا عملنا. لو في نفس الوقت هو متعلم في انجلترا فعنده علاقة بالبريطانيين، ده لو انت موجود كنا اديناك، ده بس احنا عايزين نعند مع النحاس. نفس الافلام اللي اتعملت على مكرم واتعملت على احمد ماهر واتعملت على عدلي ياكن باشا واتعملت على عبد الخالق ثروت، نفس الأفلام، هو نفس الكتاب المقرر، هو نفس الكتالوج اللي زي ما احنا الأيام دي بنشوف واحد بيكرر مآسي وأخطاء اللي قبله، كانت دي نفس الأخطاء اللي بيقع فيها ساسة كبار عظماء لهم من الحياة والفكر والخبرة ما كان يغنيهم عن أن يقعوا في هذه الأخطاء، لكنهم وقعوا في هذه الأخطاء. تصور نجيب الهلالي إن الحكم يناديه وإنه لابد أن يبقى رئيس وزارة وإنه هو أولى من غيره بأنه يعمل وزارة وفدية بينما زعيم الوفد موجود. بعد أن أدى مصطفى النحاس اليمين الدستورية هو ووزارته، وكان فيها الدكتور طه حسين بديلا للهلالي لأنه هو كان المستشار الفني للهلالي، والهلالي هو اللي رشحه ليحل محله. أقام الملك في مناسبة من المناسبات حفل عشاء. في حفل العشاء الملك يعني عايز يظهر إنه ما كانش بيتآمر مع نجيب الهلالي، وإن هو بيسأل على نجيب الهلالي كما لو أن نجيب الهلالي وفدي ومش موجود. لكن الملك خانوا التعبير في مواجهة النحاس باشا. ماذا قال الملك؟ قال الملك وكأنه يمزح: الله، هو فين نجيب باشا الهلالي؟ مش كان معاكم؟ هو ساب الوفد ولا ايه؟ كان نجيب الهلالي يومها اعلن ان هو ساب الوفد. هو ساب الوفد ولا ايه؟ هو الوفد بيكش؟ هو الوفد بيقصر؟ فما كان من النحاس باشا إلا أن قبض يده، وبقبضة يده خبط المكتب أو خبط المنضدة التي عليها الطعام، وقال مخاطبا للملك في عز جبروته وفي داره: الوفد بينضف يا جلالة الملك، الوفد بينضف مش بيكش ولا بيقصر، الوفد بينضف يا جلالة الملك مش بيكش ولا بيقصر. وهذا هو معنى الزعامة.